مشكله ثبات الوزن، هل حصل لي ثبات وزن ولا لا؟ وازاي قدرت ان انا اتغلب عليه؟ اكيد حصل لي ثبات للوزن وده طبيعي انه يحصل. هقول لك في اخر الفيديو انا ازاي تغلبت عليه، مع انك هتستغرب جدا جدا جدا. كنا قلنا في نهايه الحلقه اللي فاتت ان انا بالرغم ان انا بطلت اعمل الدايت بتاع الدكاتره او بتاع الدكتوره، ان انا استمريت ان انا اروح لها. وده ليه؟ علشان افضل اراقب التقدم بتاعي. لو ما شفتش الحلقات اللي فاتت روح شوفها، وما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب لان ده هيفرق جدا ان انا اكمل السلسله دي. نرجع لمرجوعنا. انا ليه فضلت اروح للدكتوره بالرغم ان انا مش ناوي اكمل على الدايت بتاعها؟ عشان حاجه مهمه جدا جدا جدا، اني افضل اتابع نفسي، اشوف انا بثبت ولا بزيد ولا بقل، هل في تقدم ولا لا. دي اهم حاجه في عمليه خساره الوزن. اي حاجه تانية مش مهمه، دي اهم حاجه. لو مفيش مراقبه للتقدم مفيش تقدم، حتى لو في تقدم لازم تبقى عارف دي كويس جدا. طيب استمريت على الدايت بتاع الدوله، مع ان انا بروح للدكتوره كل اسبوعين او 3 اسابيع، اقف على الميزان اوزن، تمام تمام تمام. طيب هل ثبت؟ طب ايه اسباب ان انا ثبت؟ اسباب كتير. اولها ان انا بني ادم، احنا كلنا بني ادمين، كلنا بنقع. جت عليا فترات كتير قوي كنت صحابي بتوع الجامعه بياكلوا فكنت عايز اكل معاهم. جت عليا فترات كتير قوي كنت بضعف في العزومات، لان طبيعي انك تضعف في اوقات. جت عليا فترات كتير قوي كنت بصحى النوم مش قادر اعمل دايت. جت عليا فترات كنت بلخبط جوه اكل الدايت. يعني ايه بلخبط جوه اكل الدايت؟ وده حاجه مهمه جدا. يعني مثلا المفروض اكل تمرتين بس او ممكن 5 6 تمرات. المفروض اكل مثلا كبشه مكسرات كده او اكل ربع كيلو كاجو. بحب المكسرات جدا. فده درس مهم، ان مهما كنت بتاكل اكل صحي بس اكتر من اللي جسمك بيحرقه، كده كده هتزيد. ايه تاني؟ شويه معتقدات بقى، زي ان انا لو اتمرنت كل يوم ده احسن. ده مش احسن خالص، ده بيقلل الريكفري، بيخلي جسمك بيعاند، لازم يحصل عمليه استشفاء عشان يحصل بناء للعضل. فكل الحاجات دي وصلتني لحته شويه ان انا ايه بثبت، ووصلتني لحته في بعض الاحيان ان انا كنت ممكن ازيد شويه. فانا كنت اللي هو بتتكلم في 45 كيلو. طبعا الجلاله واخداني جامد، يعني 45 كيلو ده انا خسيت نص شخص. بس ستيل لسه الدنيا مش احسن حاجه. بس انا دايما كنت بطمع، الطمع الحلو، وطبيعي ان انت تطمع. 45 كيلو رقم حلو قوي، بس انا ستيل عايز اروح للرقم اللي بعده. ستيل شايف ان في حته احسن، لسه شايف ان ممكن حاجه تتعمل. طيب عملت ايه في حته بقى ان انا وزني بيثبت؟ كان ايه الحل في ثبات الوزن؟ حل كان غريب جدا جدا جدا، وانت بتسمعه دلوقتي، وساعتها كان بالنسبه لي انا مش فاهمه، بس هو دي الحقيقه. ان انت تستمر مهما كانت الاحداث. بمعنى انت زدت في الوزن استمر، انت قلت في الوزن استمر، انت ثبت في الوزن استمر. طالما انت مستمر في الصح، مش بتعمل حاجه غلط يعني، بس مستمر في الصح، عمل دايت مظبوط، بتتمرن صح، حتى لو حصل لك مشكله او حتى لو حصل لك ثبات، كده كده الثبات ده هيتكسر وهيكمل. مفيش اجابه علميه قطعيه عن اسباب حدوث الثبات. وبلاش الفكره بتاعت انت كنت بتخس عشان انت كنت اوفر ويت لكن مش هتخس مش عارف ايه. لا، مفيش الكلام ده. طالما انت كده كده معدل حرقك كويس بسبب ان انت تحاليل فيتامين دي بتاعتك كويسه، تحاليل ما عندكش مشكله في الغده الدرقيه، الدنيا دي كلها تمام، انت هتخس حتى لو كنت خسيت 10 كيلو 20 كيلو 30 كيلو. عايز اقول لكم ان انا المعدل بتاعي بتاع الخسان كان قريب جدا من بعضه في خلال الرحله كلها، بل بالعكس انا جت في الاواخر خالص كان المعدل بتاعي كمان اعلى لما فهمت المفتاح وفهمت اللعبه. فاوعى تحط في دماغك ان انت هتخس اول 10 كيلو سهل وبعد كده الدنيا بتبقى صعبه. مفيش الكلام ده، دي اوهام بتحط في دماغنا. طالما احنا عاملين بلان مظبوطه والدنيا مظبوطه الدنيا بتمشي. طب انا دلوقتي لما حد من الناس اللي بتتابع معايا اونلاين بيثبت في الوزن بنسبه كبيره، بيبقى ايه سبب ثباته في الوزن؟ ان هو خرف يوم او يومين ورا بعض. بمعنى احنا دلوقتي عاملين عجز سعرات وليكن مثلا 500 سعره حراريه في اليوم، فانت في الاسبوع تقريبا بتتكلم ان انت 3500 سعر 4500 سعره حراري، تمام؟ جيت انت في يوم او يومين كلت فوق احتياج جسمك 1500 2000. يعني جيت يوم في الويك اند مثلا يوم الجمعه كلت 2000 زياده، وليكن انت مثلا مسموح لك ب 2000 كلت 4، واليوم الثاني كلت 4. و4 دي عادي، دي ممكن تيجي قوي. انت لو كلت واحد بيتزا وكلت وشربت بيبسي وخدت فرايز ولا شوكولاته ولا بتاع، هتجيب ال 2000 سهل قوي فوق احتياج جسمك. فتلاقي نفسك ان انت في خلال شهر انت عملت عجز من السعرات 16000 وبوظت ب 16000. فده شال ده، فخلاص انت اكنك ما عملتش دايت. فمن اكتر الحاجات اللي لازم تراجعها موضوع
التشيت ميل ده او موضوع اليوم الفري. مفيش حاجه اسمها اليوم الفري، كلمه غلط 100%. طب ايه احسن حاجه ممكن اعملها لنفسي بعد الاستمرار فتره في الدايت؟ لازم تفضل مستمر فتره في الدايت من غير ما تبوظ. مش رخامه والله، مش عشان تخس، عشان تتعود على العاده، علشان اللي عكس كده ما يبقاش مظبوط. اللي عكس كده هو اللي تتعب فيه. لازم تعمل ايه؟ لازم من وجهه نظري انا بقول للكلاينتس بتاعه معايا كده، تقعد 45 يوم من شهر، 45 يوم تحاول ما تبوظ. حتى لو بوظت بوظ مره كده وفي النص. ليه؟ بتبني العاده، بتبني العاده. انا من الغلطات اللي انا وقعت فيها وكانت بتسبب لي ثبات في الوزن ان انا كنت باجي يوم فري كامل ايام ما كنت مع الدكتوره، من الصبح بالليل بهبل في الاكل، حادق حلو وحلويات، كل حاجه ممكن تتخيلها في الدنيا. فكان ممكن يحصل لي مشكله ثبات في الوزن، وده اللي بيحصل لناس من اللي بتتابع معايا دلوقتي. واول ما يحصل له ثبات في الوزن اقول له انت اكلت يوم في الويك اند، بوظت في الويك اند، بوظت يومين، صح؟ بوظت يوم كامل من اوله لاخره. يقول لي اه. اقول له خلاص احنا فهمنا المشكله فين، تمام؟ طيب اعمل ايه بقى؟ ايه بديل اليوم الفري؟ يا تشيت ميل، وجبه واحده تبوظ فيها وتبقى مركز انت بتاكل ايه، يا حاجه اسمها ريفيد داي. طيب اللي تشيت ميل اللي هي الوجبه الواحده اللي هي مبوظ فيها دي، انا ممكن مثلا اخد واحد برجر ومعاه مثلا واحد ايس كريم، بس فطاري والسناكس بتاعتي والعشاء مظبوط، بتمرن كويس في اليوم ده وبشرب ميه يوميها واليوم اللي بعديه. يبقى كده الوجبه دي مش هنحس بيها وجسمك مش هيبتدي ان هو يخزن دهون. الحل الثاني الريفيد داي. ايه هو الريفيد داي؟ ان انت بتاكل قد احتياج جسمك. يعني وليكن مثلا انت احتياج جسمك او بتحرق في اليوم 2800 سعر حراري، واحنا عاملين عجز السعرات مثلا 500 600. لا، هتاكل ال 2800 كاملين وتزود الدهون وتزود الكربوهيدرات، بس تحاول تخلي الكربوهيدرات دي صحيه قدر المستطاع والدهون دي صحيه قدر المستطاع. هتحس بان انت مبسوط. يعني ممكن تزود في المكسرات، ممكن تزود في البطاطس في اير فراير، ممكن تزود ان انت تاكل بطاطا حلوه، ممكن تزود في الفاكهه، بس بتاخد جسمك بيفوق، وده بيبقى كويس جدا جدا وبيساعدك في التمرين وبيساعد ان انت تكمل. فدول احسن حلول موجوده لموضوع التشيت ميل ده، تمام؟ صدقني انت لو استمريت على كده فتره طويله، فتره طويله دي يعني فتره طويله 6 شهور 7 شهور 8 شهور، بتعمل اللي بقول لك عليه ده، ان هو سواء التشيت ميل او الريفيد داي، الحاجتين دول هيوصلوك ان انت بعد 7 شهور لو انت بتعمل عكس كده، بمعنى لو انت حاولت تبوظ يوم ويومين وسافرت، لو انت بطلت تتمرن هتحس ان انت مش مبسوط. يعني بقى العادي بتاعك انك بتاكل كويس، بقى العادي بتاعك ان انت بتتمرن، بقى العادي بتاعك ان انت مبسوط وانت بتعمل الحاجات دي. فبقى العادي بتاعي ان انا ابقى مبسوط وانا بعمل الدايت والتمرين، ولو عملت عكس كده ببقى متضايق. حاول ان انت توصل للمرحله دي. وصلنا لفقره الكود، والكود بيقول مش مهم ان انت بيرفكت، المهم ان انت تستمر. الاستمراريه هي اهم حاجه. انا هديكم مثال. انا مثلا بقالي 3 شهور بنزل فيديو على اليوتيوب كل اسبوع ومستمر فيه. هل الفيديو ده وانا بصوره كنت عارف انه احسن فيديو في العالم؟ لا، بس قلت ان انا هستمر واعمله مهما كانت النتائج. والمشاهدات مش احسن حاجه على مدار ال3 شهور اللي فاتوا دول، ده لان انتوا بتنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وفولو وكل الحاجات والكومنتات وكل الحاجات الجميله دي. بس ما علينا. يعني لو قدامك دوس لايك، يعني لو قدامك اعمل سبسكرايب لان هيفرق معايا قوي. المهم بالرغم ان الدنيا مش تمام انا مكمل، لان انا حاطط في دماغي ان النتائج بتيجي بالتراكمات. حتى لو في فيديو ما كانش احسن حاجه، حتى لو انا عارف وانا بصور ان ممكن الفيديو ده ما يجيبش حاجه كويسه، فانت كمل اعمل كده في الدايت. استمر 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 استمر، عشان لما تيجي في الاخر تبص على الصوره من بعيد تلاقي نفسك انت فعلا اتحسنت. لكن انت لو مشيت بيرفكت شهر بس بعد كده ما عرفتش تمشي، هي دي المشكله وهي دي اللي مش بتوصل معظم الناس. شكرا ان انتوا وصلتوا لحد هنا. سلام.